ازيكم يا حبايب قلب ام لولي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، وحشتوني قوي. ربنا اللي يعلم انتوا وحشتوني قد ايه. جايلكوا طبعا النهارده زي ما انتوا شايفين بروتين غسيل. بس طبعا واحنا بنبدأ الفيديو مع بعض، حابة اعتذر لكم على تأخيري في نزول الفيديوهات. بس كان في عندنا ظرف كده، كان والدي تعبان ودخل المستشفى وكان بيعمل عملية في القلب وكده. فحابة بقى كل حبايب ام لولي وكل اهلي على قناتي بتاعة اليوتيوب كلهم يدعوا له ان هو ربنا يكمل شفاء على خير. هو وكل اللي زيه يا رب، ربنا يشفي كل مريض وكل تعبان يا رب. لان التعب ده والله العظيم يا حبايب قلبي بيبقى صعب جدا، بيبقى صعب للمريض وبيبقى صعب لأهل المريض. ان انت بتبقى في حد خايف عليه، حد بيبقى غالي عليك، خايف ان هو مثلا لا قدر الله يحصل له حاجة. صدقوني يا جماعة ربنا ما يوريها لحد ان يحس الاحساس ده، بيبقى احساس وحش ان انت تحس ان انت بتخسر حد غالي عليك. فانا حبيت بس اعرفكم سبب تأخيري في الفيديوهات. طبعا انتوا كنتوا وحشيني جدا وكنت حابة ان انا اعمل لكم فيديوهات، بس طبعا ده ظرف الواحد ما بيبقاش رايق ليه ان هو يصور او ان هو يتكلم او كده، فاهميني؟ فحابة بقى منكم كده، من حبيب قلبي وعيلتي التانية على القناة، ان انتوا تدعوا لوالدي ان ربنا يكمل شفاء على خير، وربنا يقوم كل مريض كده بالسلامة يا رب، وكل حبايبي ما يشوفوش حاجة وحشة في أهاليهم ولا في حبايبهم ولا في ناسهم أبدا. بس وطبعا بقى النهاردة يعني أول ما رقنا شوية بقى من اللي احنا فيه وكده، حبيت بقى النهاردة كان عندنا شوية غسيل كتير كده زي ما انتوا شفتوا طبعا معانا في أول الفيديو. كان الغسيل كتير جدا جدا. طبعا بقى انتوا عارفين يعني لما بيكون عند حد تعبان، تفضل رايح جاي على المستشفى مش عارف ايه كده يعني، فما بتبقاش فاضي لا للبيت ولا تشوف طلبات البيت ولا الكلام ده كله. فطبعا كانت الغيارات كتير جدا زي ما انتوا شفتوا. يعني مش قادرة اقول لكم، يعني لو الفيديو مثلا مجرد 8 دقايق مش قادرة اقول لكم الغسيل ده خد مني. انا اسفة بس والله العظيم انا نفسي صوتي تعبان جدا، خد مني وقت كتير جدا يعني. بس انا حبيت ان انا الخص لكم الفيديو في حاجات قصيرة يعني، مرضتش ان انا اطول عليكم لان الغسيل فعلا خد وقت طويل. فطبعا بقى لو بتحبوني ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم، ولو اي حد جديد بيتفرج عليا في القناة يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد مني. وطبعا بقى مش عايزاكم تنسوني بدعوة حلوة، وطبعا ما ننساش اهم تعليق اللي بيبسطني ان احنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا هنا بقى زي ما انتوا شايفين خلصنا اول غسلة وحطيناها في المنشفة وشطفناها بالخرطوم زي ما انتوا شايفين، عشان بس في مشكلة في المنشفة ان احنا يعني عشان ما حدش يقول لي طب ليه مش مثبتة الخرطوم في المنشفة وهي تشطف مع نفسها. في بس مشكلة في الغسالة، فعشان كده بضطر ان انا اثبت الخرطوم بطريقة معينة كده واشطف الغسيل. فطبعا حطينا اول غسلة في المنشفة ودي بقى تاني غسلة معانا. زي ما عودتكم يعني بنحط الفواتح الاول وبعد كده طبعا الغوامق، بس دي ما كانتش غوامق، دي كانت بقية الفواتح بس اللي هي الالوان يعني، الحاجات اللي فيها الوان كتير. طبعا ده قسم بقى الغوامق زي ما انتوا شايفين قد ايه كان كتير جدا والله يا حبايب قلبي. بس هنا بقى بنطلع الغسلة من المنشفة اللي هي اتنشفت الاول، عشان بقى ايه نخلص يعني جزء من الغسيل ونروح ننشره مع بعض. بس طبعا زي ما انتوا شايفين والله العظيم يا حبايب قلبي الغسيل كان كتير جدا. وطبعا بقى لو مولولي وحشتكم ما تنسوش تقولولي ان انا وحشتكم كتير، وما تنسوش والدي بدعوة حلوة هو وكل اللي زيه يا رب. ربنا يشفي كل مريض وما تشوفوش حاجة وحشة يا رب، لا في اهلكم ولا في حبايبكم. طبعا دي كانت بقية الغسلة لان طبعا المنشفة مش هتاخد الغسيل كله يعني. وهنا بقى رحنا البلكونة عشان ننشر. زي ما انتوا شايفين من كتر ما الغسيل كتير عملت حتة اختراع هتشوفوه دلوقتي، عشان طبعا المنشر مش واخد كل الغسيل لان الغسيل كتير فالمنشر مش واخد. فجبنا بقى شماعات فاضية وهنبتدي بقى نحط عليها اللي هي الحاجات التقيلة اللي هي جواكت الترنجات،
السلوبيتات اللي هي التقيلة. الجيش قالك اتصرف بقى، عشان لو حد كده زينا عنده المنشر ما بياخدش الغسيل كتير، يعني المنشر صغير. وبالذات انا عند اختي هنا المنطقة اللي هي ساكنة فيها يعني فيها قوانين كده غريبة، ان يعني ما ينفعش انتي تعملي منشر خارجي، فلازم النشير كله يبقى في قلب البلكونة، ما ينفعش ان احنا نعمل منشر خارجي. فطبعا هي كان عندها المنشر ده والغسيل مش مكفي، ففي طبعا استند بتاع تكييف في قلب البلكونة، فقمنا بقى جايبين شماعة، يعني جبنا شماعات وقمنا بقى معلقين عليها الحاجات اللي هي التقيلة اللي يعني ايه عشان الغسيل ما يبقاش مكتوم. فاهمين؟ ده اختراع برضو لو حد كده غسيله كتير وعايز ينشره كله، بدل ما يتركم مثلا لتاني يوم يعمل ريحة مش كويسة، لان الغسيل برضو حتى لو متنشف لو قعد برضو لتاني يوم بيعمل ريحة مش كويسة. فصدقوني الاختراع ده حلو جدا وبينشف الغسيل، كل الغسيل بينشف لان انتي مش مكلكعة الغسيل كله على المنشر، فبيبقى واخد راحته. بتبقي نشرتي الحاجات اللي هي الخفيفة على المنشر، بناطيل، بصوا هنا، بصوا الجواكت، السلوبتات اللي هي التقيلة، كل ده بيتعلق على شماعات وبيتحط على اللي هو الستاند بتاع التكييف. طبعا برضو الفوط عشان برضو كانت تقيلة ومش ينفع ان احنا نحطها على شماعات، كنت بنشرها على السور، وطبعا اكيد هنتابعها يعني. طبعا اكيد هنتابعها وكده. انا اسفة يعني اذا كنت في كحة او كده، والله العظيم تعبانة جدا يا جماعة، بس اعذروني بقى. طبعا هنا بقى ايه، فقمت نشر الفوط على السور، ويعني على المنشر بقى بنشر البناطيل، بنشر التيشيرتات، لو في حاجة بكم خفيفة، فاهميني؟ والباقي بقى اللي هي الجاكيت بتاعت الترنجات، السلوبتات كده على الشماعات بقى. زي ما فهمتكم هتشوفوا في اخر الفيديو البلكونة بقت عبارة عن غسيل، يعني هتشوفوا في الاخر البلكونة ما كانش فيها مكان حتى حد يقف فيها بسبب الغسيل. بس وده طبعا بقى كان روتيننا بتاع النهاردة، يعني هو يعني خفيف عليكم، مش عايزة ان انا اكتر في الفيديو. في نفس الوقت والله العظيم انا بس عملت الفيديو عشان انتوا وحشتوني، وعشان في نفس الوقت ده اكل عيش وانا ببقى يعني محتاجة المشاهدات بتاعتكم، ومحتاجة ان القناة تكبر بيكم. فما تنسونيش بقى بدعوة حلوة وكلمة حلوة منكم واللايك الجميل بتاعكم، ولو عجبكم الفيديو قولوا لي يا مولولي الفيديو بتاع النهاردة حلو. وباي باي يا حبايب قلبي، واستنوا مني فيديو جديد.